السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أفكار بيتي. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة، أنا بقالي فترة عن الإسكان، فالنهاردة حبيت أعمل لكم حلقة عن الإسكان اللي هي الشقق متشطبة للمواطنين والتسليم فوري. في شقق جاهزة وهيتم التسليم فوري مجرد ما بتدفع الاجراءات اللي انا اقولها، بس تابعني في الحلقه للاخر. في مقدم 50,000 جنيه الاسكان بتطرح شقق متشطبه للمواطنين، ده اللي هنشوفه في الحلقه. واستنى لاخر الحلقه برضو هتكلم على مشروع جنه و6 اكتوبر وكل ما يخص الاسكان. فبتطرح وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه شقق او عدد من المشروعات السكنيه، وذلك من خلال هيئه المجتمعات العمرانيه، تمام، والجهاز المركزي للتعمير. والشقق بمشروع الاسكان المتميز فين؟ بالعبور الجديده، مشروع اسكان المستقبل باسيوط الجديده، وشقق مشروع التجمع السكني بحلوان. يعني في حلوان وفي العبور وفي اسكان المستقبل باسيوط. وطبعا برضه انا قلت لكم ان انا في نبذه كده ان شاء الله في اخر حلقه، بس تابعوني الاخر، عن مشروع جنه ب 6 اكتوبر نظام التسليم. اول حاجه هناخد شقق الاسكان المتميز بالعبور الجديده، ده نظامها يعني انا هقدم فيها ازاي وهدفع دي اولا حاجه. مواصفات الشقه ان هي كامله التشطيب، وان انت بتستلم فوري بمساحات متنوعه. المساحات مختلفه يا جماعه، يعني في مساحات تبدا من 63 متر حتى 93 متر مربع، نقول ال70 وال90 يعني، تمام. بندفع 60,000 جنيه مقدم جديه الحجز، وبنستكمل عند التخصيص 20%. يعني انا دفعت 60% مقدم الجديه، جالي التخصيص هيروح دافع 20% من قيمه الشقه. طب ده التخصيص. عند الاستلام هدفع 10%، يبقى انا كده دفعت من قيمه الشقه حوالي 30 في المية. هقسط باقي الشقه اللي هي 70%، هقسط باقي قلنا الشقه اللي هي 70% على 4 اقساط سنويه لمده عندك تختار، يا اما 3 سنوات، يا اما 5 سنوات، يا اما 7 سنوات، حسب قيمه القسط اللي هو هيريحك في خلال المده دي، علشان ما تبقاش الفوائد عليك كتيره. انت اللي بتختار المده. طب التقديم على الشقق ازاي؟ من خلال الموقع الالكتروني لبنك التعمير والاسكان. يبقى الشقق دي تخص بنك التعمير والاسكان، مالهاش علاقه بالاسكان الاجتماعي اللي هو اللي احنا بنقدم عليه في البوسطه، لا، ده تبع الموقع الالكتروني الخاص ببنك التعمير والاسكان. والتخصيص هيبقى بنظام اسبقيه الحجز الالكتروني. يعني انا حجزت النهارده، التخصيص هيبقى قبل اللي يحجز بكره او بعده، تمام. طيب نيجي للمشروع التاني، مشروع التجمع السكني بحلوان. ده نظامه ده هيبقى في حلوان برضو تسليم فوري وشقق متشطبه، وهنشوف برضو نظام زي ما شفنا نظام العبور الجديده. برضو زي ما قلت لكم ان الشقق كامله المرافق وبمساحات تتراوح من 68 97 متر مربع. يعني دي المساحات حسب ما بتختار، وحسب سعر الشقه زي ما احنا هنحددها، او ان انت ما تخش على الموقع وهتشوف كل التفاصيل بتاعه نظام ال 68 متر وال 67 وال 97 متر اسعار الشقق ازاي بقى؟ تبدا من 500 وال 730، يعني بين 500,000 و 730، طبعا حسب مساحه الشقه اللي احنا قلنا عليها. التسليم هيبقى خلال شهر فبراير المقبل. احنا في شهر 1 اهو، بالكتير قوي في شهر فبراير، نقول اخر فبراير او اول 3 برضو. المده مش بعيده قوي، لان الشقه زي ما قلنا حضراتكم هي جاهزه. يبقى التسليم هيبقى ان شاء الله في فبراير المقبل او اول 3. بعمل بروح اشتري كراسه الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركه بحلوان. ده بالنسبه لحلوان. هروح للجهاز التنفيذي اسال عليه المشروعات المشتركه بحلوان، وهجيب كراسه الشروط الخاصه بالاسكان ده اللي هو الفوري اللي احنا هنستلمه في شهر 2. بسدد 10% من ثمن الشقه كجديه حجز. ده بالنسبه شقق حلوان. بدفع 10% جديه حجز عند التقديم، وهدفع 15% من ثمن الشقه تخصيص، تمام. وال 25% ده دفعه استلام. ال 25 قلنا قيمه 25% من قيمه الشقه دفعه استلام خلال شهرين من تاريخ التخصيص. يعني من تاريخ اتخصص لي خلال شهرين اكون دافع ال 25 في المية. هيتبقى من ثمن الشقه 50% متبقيه من قيمه الشقه، برضو يمكن ان انا اقسطها على 5 سنوات او 10 سنوات او 15 سنه. ده بالنسبه للتخصيص الشقه. يعني ال 50% هتختار انت من قيمه الشقه هتقسطها، وهتختار المده، قلنا 5 او 10 او 15. ده بالنسبه لحلوان. هنيجي للمشروع الثالث اللي هو شقق اسكان المستقبل باسيوط الجديده، اللي كان الناس كانت بتسالني على اسيوط الجديده دي نظامها برضو، والتسليم الفوري. والحقيقه ان التسليم الفوري ده بيفرح، ان انت بتدفع وبتلاقي على طول الشقه وبتسكن فيها، ما بتستناش 3 سنين او سنتين او كده. برضو الشقق كامله التشطيب واستلام فوري بمساحات متنوعه ومختلفه، برضو بتبدا من 63 متر حتى 93 متر مربع. يعني نقول احنا بنقول 70 متر و90 متر، تمام. ال 50,000 جنيه في بتاعت اسيوط كمقدم جديه حجز،
وبعد كده بتستكمل التخصيص 20% من قيمه الشقه. يعني انا بدفع 50%، 50,000 جنيه مبلغ ده جديه حجز، ال 20% من قيمه الشقه عند التخصيص، وعند الاستلام هدفع ايه 10%. طب بقسط قيمه الشقه على اللي هي ال 70%، انا كده دفعت 30% على اقساط برضو ربع سنويه، واختار برضو انا المده، لا اما مده 3 سنوات او 5 سنوات او 7 سنوات. يبقى دي متهيألي دي نفس النظام بتاع يعني اللي هو قلنا عليه المشروع الاولاني اللي هو بتاع حلوان، بتاع العبور الجديده. تمام. التقديم على الشقق برضو من خلال الموقع الالكتروني البنك التعمير والاسكان، والتخصيص برضو بنظام اسبقيه الحجز بالنسبه للاسيوط الجديده، نفس النظام بتاع العبور. يعني كل المشاريع دي نفس النظام، كل لما تقدم بدري التخصيص هيبقى باسبقيه الحجز. تمام. هنا بالنسبه بقى لمشروع جنه و6 اكتوبر كده، قبل ما انهي الحلقه، اعلنت وزاره الاسكان متمثله في هيئه المجتمعات العمرانيه ان هو بيبداوا يسلموا شقق جنه بمدينه 6 اكتوبر. دلوقتي حاليا بيسلموا المشروع بتاع جنه اللي في 6 اكتوبر للفائزين ضمن البرنامج بيت الوطن، اللي هي المرحله الثامنه التكميليه للمصريين بالخارج. وذلك من بدايه امتى هم بداوا فيها، بس معلش الفيديو جاي متاخر، من 14 يناير وهيستمر حتى 21 فبراير الشهر اللي جاي او الشهر المقبل. تمام. يعني التسليم من بدايه 14 يناير في الشهر اللي احنا فيه ده الى 21 فبراير المقبل. تصرح الدكتور برضو عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بان جهاز مدينه اللي هو تنميه مدينه المنصوره الجديده، المنصوره الجديده يا جماعه هيبقى فيه تسليم 130 عماره بمشروع جنه واحد بالمنطقه الاولى بالمرحله الاولى بمدينه المنصوره الجديده، وذلك من يوم الاثنين اللي هو كان 1/1/24 حتى يوم الثلاث 24/4. يعني بدأ من شهر 1 لغاية 24/4. ودي كان اللي حجزوها بنظام الحجز الإلكتروني اللي كانت انتوا لو حد قدم فيها كان بتاريخ 15/1/2023، وقالوا إن التسليم بعد سنة. فهو هنا بيبدأ بيسلم مدينة المنصورة الجديدة ب 130 عمارة. وقبل ما انهي الحلقه، طبعا احنا كان في مشروع الاعلان ال 14 او الاعلان ال 14 لمدينه اللي هو كان من 3 سنين، وكان الاخر قسط هيخلص الشهر ده، ويبدا في الاستعلام. نزل في بعض المدن في حدائق العاصمه، ولسه في حدائق اكتوبر واكتوبر الجديده وكده. ده المشروع اللي انا كنت مصوره من كام شهر كده، وان شاء الله انتظروني عن قريب كده ان شاء الله، عشان طبعا بدا التسليم هنشوف راحوا عملوا او وصل المشروع لغايه فين، هل عملوا مساحات الخضراء ولا لا. ده اللي انتظروني بيه قريب ان شاء الله، خلال الاسبوع القادم ان شاء الله هتلاقوني منزل حلقه عن الاعلان ال 14 على الطبيعه اللي بالاخص في حدائق اكتوبر. تمام. واكتوبر الجديده ان شاء الله لو قدرت اصورها برضو هصورها. مبروك لكل الناس، يا رب كله يجيله الشقق، ومبروك ان احنا خلصنا الاقساط الربع سنويه ب3 سنين. تمام. ونبتدي نشوف بقى، وتابعوني على القناه ان شاء الله، لان انا في الفتره الجايه دي ان شاء الله هنبتدي بقى نصور على الاعلان ال 14 واللي استلم، وايه المشاكل اللي فيها وايه المميزات اللي فيها، ويا رب يدي كل واحد الشقه بتاعته في الموقع الممتاز بتاعه او موقع حلو كده ان شاء الله. و ده اللي انا كنت بقول مصوره من فتره، بس انا حبيت انقله لكم دلوقتي علشان اما تنزل الحلقه الجايه ان شاء الله هنشوف الفرق او نقارن، وبرضه هعمله في حلقه مخصوصه ايه اللي تطور في المشروع وصل لغايه فين، عشان الناس تبقى مطمنه. اما بالنسبه للاستعلام الميداني والتخصيص والكلام ده، هي لسه حدائق اكتوبر لسه هيبتدوا فيها، او لسه ما نزلش زي حدائق العاصمه او زي العبور او زي المدن التانيه. فعايز الناس ما تقلقش، ويا رب نكون قدرنا نوصل المعلومه وتكون الحلقه كافيه بالنسبه لمشاريع الاسكان عموما، علشان خاطر ان كله بيبقى منتظر ان يلاقي حاجه كويسه وان يفرح بالشقه بتاعته. واي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، وانتظروني في المزيد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.